صباح الخير او مساء الخير وقت ما يوصل لكم الفيديو، بس انا بصور دلوقتي الصبح، فعشان كده بقول لكم صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي عباية او عبايتين اهم، بس انا هشتغل قدامكم عباية واحدة، وانا هعمل التانية مع نفسي على اساس ان الاتنين نفس الشغل اللي هيتعمل في دي هيتعمل في دي باذن الله. تمام. هو الشغل اللي انا عاملاه في العباية، اللي هو شغل التصليحات برضو. ان هي العباية دي ضيقة عليها. هي معمولة بالورب اولا، معمولة بالورب. تمام. فهي على صاحبتها ماسكة من عند البطن هنا، فاحنا عايزين ان هي وطويلة عليها في نفس الوقت، فهي عايزة توسع في نفس الوقت. مفيش وسع من جوه، مفيش وسع من جوه. زي انتوا عارفين الجاهز بيبقى يا دوبك سنتي بس كده، هو ما بين الاوفر وما بين الخياطة. فاقترحت لها فكرة وكده، وهي ايدتنا عليها. ان انا مع ان اول مره اعملها، انا ما بعملش الشغل ده لان بيبقى كتير اوفر، اللي هو شغل صعب، وفي ناس ما بتقدرش شغلك ده. ان انا عايزه ترفع، بدل ما اقصر من تحت هقصر من فوق. تمام. زي ما عملت الفيديو اللي قبل كده، الفستان السواريه اللي انا من عند الوسط شلت الوسط عن الجزء اللي تحت الكلوش، وبدل ما اقص من تحت لا قصيت من عند الاول الكلوش من عند الوسط، قصيت من فوق. تمام. لكن دي عبايه وحته واحده، فلو تلاحظوا ان هي في التكسيمه دي كده هتبقى جايه من عند البطن، وهي ورب. فالورب ده انتوا عارفينه بيلبس التخين والرفيع واي مقاس، بس مع فارق الشكل على البني ادم ايه. فهي باينه يعني تضاريس جسمها وكده، فقالت لا. فاقترحت عليها ان احنا هنقص من فوق، يعني هنشيل الكمام وهشيل السجاف والحاجات دي زي ما هي. هشيلها افكها عشان هركبها تاني، وبنفس السبعة دي كده افكها، واخد المقدار اللي هو طويل عليها من تحت اخده من فوق هنا، واعمل السبعة بتاعتي والحردة بتاعتي بتاعت الكمام وبتاعت السبعة زي ما هي بالظبط. تمام. يبقى كده احنا هنرفع من منطقة البطن دي او تقسيمة الوسط، هنرفعها من على البطن شوية، هتديني وسع من هنا. تمام. كل ما بتطلعي لفوق شويه من العبايه، يعني هنا شدتها عليها، شدتها كده، لقيت اللي هي منطقه البطن الحته التكسيمه اللي عندها رفعت شويه، فاديتها وسع وما ما بينتش جسمها. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى تاني، وهبتدي نفك. ادي الكمين، وادي السبعه، وادي الستانه، وادي الستانه، وادي دي كده. تمام. ادي دي فكتها، ماشي، ودي برضو فكتها. دلوقتي هنعمل واحدة بس، هنعمل دي وهنعمل التانية مع نفسي. بصوا بقى، عشان اللوحة دي كده اهو، فاحنا هنعمل ايه؟ هفصل ده عن ده خالص، وهعمل دي لوحدها ودي لوحدها، عشان القماشة ده عيب من ضمن عيوب القص بالورب. طبعا اللي لابساها مش واخده بالها ان هي موروبه ولا حاجه، لان هي بتبص على حاجه معينه يهمها شكل الخارجي بس وخلاص. لكن اللي زينا احنا اللي نعرف الورب ده بيبقى متعب قد ايه. وبصراحه انا عن نفسي بيبقى شكله مش حلو، وهو كمان في اللبس. فلما بتجيلي قليل، لما بتجيلي عبايه زي كده واقبلها، لولا بس ما دي صاحبتي وكده، فما رضيتش ان انا اقول لها لا او كده. وكمان هي بتجيلي مخصوص على اساس ان ايه، في حاجات معينه في لبسها ما حدش بيعرف يظبطها لها زيي. ومن ضمنها برضو الديل بتاع اي عبايه كلوش، مش اي حد بيعملها. اهو بصوا، اعمل دي لوحدها كده. بصوا برضو فيها عيب. اهو احاول ان انا ايه اظبطها كده، واخد من هنا مسافة 10 سنتي اهو، ماشي. وانزل من هنا برضك نفس 10 سنتي اهي، اهي. تمام.
طبعا احنا دخلنا هنا كده شويه، لا احنا هنشوف هنا هو دي قد ايه. 15 هندخل من هنا برضو ب15 اهي. تمام. وهننزل من دي زي ما نزلنا من هنا ل10، هننزل من هنا ل10 اهي، ونعملها كده. يعني دي 10 ودي 10 اهي، نازله برضو بالميل اهي كده. دي هتتحدد على حسب ما انا هحدد السبعه دي اهي. بصوا كبيره اهي، هحددها بس بعد ما اقص ده. تمام. بصوا بقى توفيرا للوقت، انا بدل ما تبقى دي لوحدها اهي بعد ما فكيتها هروح حطها عليها اهو كده. كده ماشي، عشان دي تبقى العلامة اللي هي بتاعت اللي احط فيها الستانة. تمام. ودي كده هنعمل السبعة دي كده، احط عليها دي بالظبط كده اللي هي كانت فيها الأساسية. لو تفتكروا احنا بنعمل السجاف ده ازاي. احنا دلوقتي رحنا على المكنة وهنبتدي في الصدر، ان احنا هنعمل السبعة زي ما انتوا شايفين كده. بنحط السجاف. هحاول احط لكم برضك في صندوق الوصف فيديو لتشطيب السجاف. هي نفس الطريقة لحرة الرقبة المدورة او السبعة، الطريقة واحدة بالظبط. وبالذات احنا عندنا السجاف جاهز بتاع العباية دي، فاحنا مجرد ان احنا هنحط على القماش وهنخيط على السبعة كده، على التانية اللي هي معمولة كان في السجاف الأساسية. هنلف عليها وهنيجي عند الزاوية اللي تحت خالص هنثبت الإبرة. لازم نثبت الإبرة عشان نعرف نحرك الحركة اللي أنا عملتها دي كده، وعشان أبتدي الناحية التانية من السبعة. تمام كده وخلصناها. وهنبتدي نشق بقى الزاوية الصغيرة. طبعا مشقوقة في السجاف، أنا بشقها في العباية عشان لما أجي أقلبها. معلش يا جماعة على صوتي، والله عندي برد بقالي كذا يوم، والحمد لله على كده، فاعذرونا على صوتي وعلى طريقة الخنفان اللي بتبقى في الكلام. دلوقتي انا بقى بعد ما قلبتها بديها شيمة كده، بثبت برضو السجاف من على الكتف من فوق زي ما انتوا ما شفتوا كده، وابتدي اعمل لها شيمة صغيرة الاتنين على بعض. تمام. طبعا السجاف لو القماش ده قماش معايا لسه وانا بعمله، ما بعملش الشيمة دي من بره، لا انا بخيطها، بقلب الزاوية دي اللي هو السنت اللي انا اخدته بقلبه اللي جوه، ما بينش خياطة خالص. دلوقتي احنا خيطنا السبعة، وهو الطريقة اللي بقول لكم على دي هتلاقوها في الفيديو اللي انا هحطه لكم في صندوق الوصف بإذن الله. دلوقتي انا خلصت السبعة، ببتدي اعمل ايه بقى؟ بحط الكتاف على الكتاف العادي. طالما احنا خلصنا الشغل في الامام كله، هنبتدي الكتف وادي التاني اهو نخيطه. وبصوا اللي فرقت ازاي، اللي انا الخياطة اللي من فوق كده اللي هي في السجاف خيطتها من فوق، ايوه دي كده ثبتت معايا وما خلتنيش السجاف يتلخبط معايا. طبعا عشان القماشة بالوربة ففي حتة بارزة لفوق كده في النص اللي هو بتاع الستانة، في اللي هيتحط عليها الستانة، او الستانة اللي هتتحط على القماش بتاع العباية، معلش. فعشان القماشة جايب ورب، فانا بثبت عليها الستانة كده، وبفرد الستان التانية اللي فيه البيه، وبخيطها وبرجعها زي ما كانت معمولة من الاول في العباية. عشان كده انا لما فكيت العباية كل تفاصيلها شلتها عشان هركبها زي ما كانت اهو. بص خيطتها على الشفة، اول شفة، وبعد كده ببتدي اقلبها بالمنظر ده كده.
هو اللي ساعدني في التصليح العباية دي ان السجاف هي بتاعت السبعة، والسجاف برضك بتاعت الرقبة اللي هي من ورا. عشان القماشة بصراحة اللي هي اي قماشة اللي بيبقى مقصوصة بالورب اللي هي زي الكروشة بتلوح خالص، يعني في الجيب بتبقى كويسة. لكن او في النص اللي تحت لما يكون فستان ومقسوم من النص اللي تحت على النص اللي فوق، لكن عباية بتبقى حردة الرقبة حردة الكمام دي بتبقى مشكلة. خلصنا كده السبعة، هنبتدي بقى ايه؟ نشوف الكمام. انا الكمام عندي جاهزة، انا ما عملتش فيها اي حاجة، انا دوبك حردت الحردة بعد ما شلت ال10 سنتي اللي فوق. فبركب الفورد بتاع الكم على خط الكتف واخيطها عادي. لو هي فيها مثلا الكم هو لسه مظبوط عليها، لو الحردة ضيقة ببتدي اوسعها من تحت البط شوية. تمام. عشان انا محكومة بالوسع بتاع الكم. زي ما قلت لكم في اول فيديو ان انا العباية التانية انا عملتها من غير ما اصورها، عشان نفس التفاصيل بتاعت العباية الاولانية هي العباية التانية. تمام كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دلوقتي احنا خلصنا الكمام، ودلوقتي انا طبعا انا بقفل الجنب، بس الجنب حتة صغيرة جدا بس مش كتير، لان انا ما فتحتش الكمام وما فتحتش تحت الباط كتير. قال بس الجزء اللي يسمح لي بالخياطة الاتنين مع بعض. ادي كده خلص العباية. بس عايزه اقول لكم في الاخر كان في عيب فيها، بس انا كان اهتميت من فوق ما اهتمتش من تحت الديل. كان فيها ناحية طويلة جدا وناحية قصيرة ما بانش الا لما صاحبتها قاستها. وبصوا الديل واسع قد ايه، كبير جدا. وكل ما بيوسع الجيب اللي قصدي الديل وهي كلوش معمولة بالدبل الكلوش، بتبقى في حتة وربة وحتة طويلة ما بيبانش الا في اللبس. دلوقتي التانية دي انا هعملها زي ما قلت لكم دي كده اهي، والتانية وراها بالمنظر. بصي بقى الديل بتاع دي كده من الناحيه اللي هناك هي المداريه دي قصيره، وان انا الناحيه اللي ماسكاها بصوا لما باجي انزلها طويله جدا ما بانش الا في حاجه صغيره كده. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا من التصليحات دي، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. وتنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.